على الحالات اللي راح نشوفها على الهواء مباشرة. هاي طبعا أولى الحالات كانت هناك مطالبة نصراوية أيضا ب يعني أن الحكم ياخذ حق في علي عباس. نعم. علي عباس أخذ كرت أصفر في هذه اللعبة. نوضح للجماهير وفي تداخل ثاني كان بعد. نعم. اللعبة الأولية كان دخول علي عباس باتجاه لاعب النصر، مو بهاي طبعا لو تشوف اللونج شوت. نعم. هني فريد علي شاف الخطأ ومشاها كادفانتج. نعم. مشاها كادفانتج في البداية تبعت. زين ناخذها من البداية. لقطة واحدة بس الأولية بس وما نباها الإعادات. من البداية. فاللي حصل مثل ما أقول لك فريد عطى ادفانتج فيها، استمر في اللعب، أصبح خطأ آخر، فريد صفر على الخطأ ورجع للخطأ الأولاني. يعني هذه هنا شوف هاي هني لا شوف هني شوف دخول علي عباس زين. اوكي مشي في خطأ وفريد شاف اللعبة هاي حاول يصفر، شاف اللعبة مستمرة، شوف فريد مؤشر على الادفانتج يقول كمل. حلو. اصبح خطأ اخر ومن حق الحكم انه يرجع وياخذ القرار الاداري وينذر اللاعب رجع وعطى الانذار لعلي عباس. نعم. بس شوف اشر قال الخطأ اللي حصل اول. طبعا هي اللقطة متواصلة ايضا من خلال اللعبة الثانية اللي هي فيها القرار اللي اتخذه ايضا فريد ضد علي عباس. هنا طبعا نشوف الكارت الاصفر بالنسبة لعلي عباس، وهذه الاعادة ايضا كان تداخل ثاني من اللاعب الاهلي ايضا. نعم. على لاعب النصر. الكارت الاصفر مو على اللعبة هذه طبعا. هاي اللعبة الثانية الان تستاهل كارت اصفر. يعني اللعبة هذه الان شوف هني هذه تكلم على دخول علي عباس مرة ثانية. شوف علي عباس كان مندفع على اللعبة هذه في نفس الوقت اللي مرر لاعب النصر الكرة وهو على استدارته دخل في علي عباس. هني انا يعني قصدك ان تفاجئ في اللاعب؟ هو كان جاي ولكن مثل ما تقول هو يعني انا ما اشوفه، يعني شوف هاي هو ما دخل بهاك الدخله انه يستاهل الكرت الاصفر الثاني صراحه. إن لو كان فريد طارد يعني شوف هني هو وحاول يتفادى ووقف، يعني ما في ضرب. ما منع لاعب النصر؟ لا هو خطا الفني موجود، انا ما اتكلم عن الخطا الفني، اتكلم عن الخطا الاداري. ان الكرت ما يوصل الكرت الاصفر الثاني الطرد. حلو. فقرار حكم انه بعدم اشهار الكرت الاصفر صحيح. نشوف الحالة الثانية أيضا أعزائي المشاهدين اللي شهدت يمكن بهدف أحمد خليل في هذه المباراة. الكل تحدث أن الهدف كان في أحمد خليل كان في موقف تسلل، ولكن نتركها للحكم صلاح أمين ليشرحها لكم ونتعرف على الهدف. نعم. شوف هني دائما اللعبات اللي مثل هاي لابد أن نشوف لحظة خروج الكرة من رجل الزميل. كابتن رجع هاي على اساس احنا ما نعطيها وقت اكثر. جدمها شوي. اي جدمها بس بعد شوي. هاي الان بس احنا نشوف هاي هي الكرة في الدائرة الصفراء. الكرة الان خارجة من رجل الزميل، وهذا مدافع النصراوي اللي مغطي احمد خليل. حلو. اذا اللعبة هاي سليمة خلاص من بدايتها يعني. ايه طالما ان الكرة وقت خروجها من رجل الزميل اللاعب الثاني اللي هو احمد خليل في الحالة هاي موقفه سليم، ارتداد الكرة من الحارس ما فيها تسلل، يعني هدف سليم. هدف سليم وما عليه اي كلام. عموما تعرفنا على القرار. نشوف الحالة اللي بعدها. كانت هناك ايضا ضربة جزاء للاهلي والحكم ايضا فريد اعاد هذه الضربة. نشوفها مع المشاهدين. فريد علي صالح المرزوقي واحمد الشامسي ادار هذه المباراة. طبعا كابتن صلاح مدى صحة هذا القرار بالنسبة لاحتساب ضربة جزاء للأهلي؟ نعم. هني احنا دائما نركز على الإعاقة، بنشوف الحارس طبعا من أي جزء من أجزاء جسمه سواء اليد أو الرجل أو الركبة دخوله مع اللاعب. شوف اللعبة هذه وفي كاميرا ثانية تبين هاي هي. رجع كابتن. شوف الآن نشوف الحارس لمس الكرة ولا بس. هاي اللعبة مثالية. وقف هني كابتن لو سمحت. شوف الآن رجل أحمد خليل هني على الكرة والحارس، يعني قصدك تقول ان احمد خليل هو اللي ماخذ الكره. ايه والحارس ما يهل الكره للان. انزين مشيها بس فريم واحد. شوف احمد خليل اخذ الكره، هو مستحوذ على الكره. نعم راوغ الحارس. هني شوف الحارس ما اخذ الكره، لان في وايدين قالوا والله الحارس هو اللي اخذ الكره بايده اولا وبعدين صارت العرقله. لا شوف هي واقعه هاي اللحظه. شوف احمد خليل بكل وضوح راوغ الحارس، اندفاع الحارس وهو اللي خلاه يعيق احمد خليل. ضربة جزاء صحيحة دقيق كان فيها فريد يعني جدا. زين. الإعادة موجودة كانت ايضا في اللقطة هذه. نعم. هي ايضا كان يمكن في دخول. لا هاي شفناها من الزاويتين اللي شفناها هاي متطابقة للحالات اللي كنا نعرضها. نعم. نعم. عموما نشوف اللعبة اللي بعد هذه اللي هي ايضا لعبة كانت خشنة من حسن علي ابراهيم.
كانت هناك ايضا حصل عليها حسن علي ابراهيم كارت اصفر على على هذه اللعبه، وبعدها ايضا حصل على كارت اصفر ثاني كابتن صلاح، وانطرد علي عباس او شوف اللعبه هذه حسن علي ابراهيم في هذه المباراه في تهور من اللاعب، استخدام قوه غير مناسبه. يعني شوف هني داخل على رجل اللاعب مباشره، الكارت الاصفر سليم. شوف علي حسن ابراهيم ما يحاول يلعب كره قدم هني فيها ايذاء خصم، الكارت الاصفر سليم وما راح نعلق عليه اكثر من كذي، لان شوف هاي ما في لعب كره بتاتا، ما في مع المنافس اي طريقه ان فيها لعب كره، فالكارت الاصفر سليم. الحاله لا نرجع شوي، نرجع فيها على اساس نشوف. ايوه هذه بدايه الطرد، نخليها نعرضها على الهواء. نعم الان نتكلم على الطرد. يعني انت شوف، انت ملاحظ شيء واحد الان هني الدقيقه 90 زايد 6، شايف؟ فريق النصر خسران، الاهلي فايز، الكره لصالح الاهلي. هني طبعا احنا القرايه اللي قريناها ان علي حسن ابراهيم هني فيها ضاعه وقت، يعني لو ترجع هو اتجه كانه هو اللي بيرمي الكره. نعم. ولكن بعد ما تقريبا وصل الكره للمتر رجع على الكره. هني قرايه الحكم وتقديره ان اللاعب يحاول اضاعه وقت. يعني فيها تضييع وقت ويستاهل عليه كرت اصفر. طبعا، وانا ما راح اسمح له بهذا الشيء لان فريقه فايز ويحاول يضيع على الفرصه على الفريق الثاني. نعم. فتقدير فريد وانا معاه في اللعبه هاي انه يشر الكرت الاصفر الثاني ويطرد اللاعب. نعم. عندنا الحاله اللي بعدها ايضا طرد كاظم علي. احنا طبعا نعرض الحاله هذه وما نعرف شو اللي دار من بين الحكم وبين اللاعب في هذه الحاله، على اساس بس نوضحها للمشاهدين الكرام من الحاله جبناها وعرضناها على المشاهدين، حاولنا نستنتج اي شيء. كابتن صلاح يمكن والله شوف انا ما عرفنا استنتاجي. وقف شوف كابتن، لا رجع بس حسب اني اقول لك بالضبط على السريع شو اللي حصل. رجع فريمات قليله اللي خلف، هو كاظم. لا بعد كابتن، بعد انت على الهواء الحين. ايه نعم. بس لا رجعت وايد. انا اول ما يستلم الكره شوف هني وقف. الان كاظم ماخذ الكره على اساس ان الكره لصالحه، رميه التماس. زين. مشي اللي بعدها بفريم، وقف. المساعد هني يأشر يقول لك لا يا كاظم للاهلي، الكره للاهلي ضدك انت. حلو. الظاهر قرار المساعد ما عيب كاظم. مشي كابتن فريم ثاني، هو رمى الكره، تفاجئ ان لا المساعد يقول القرار ضدك. وقف، التفت للمساعد. شوفه هني كاظم التفت للمساعد. الان شو اللي حصل بين مساعد الحكم الثاني؟ بس هذاك مو بكاظم، كاظم هني مو بكاظم هذا؟ لا عفوا. طيب زين مشي هاي. كاظم هذا موجود في نص الملعب. انت صحيح. الان هني صار كلام بين محمد خميس، يمكن على هني انا غلطان، زين، او لاعب النصر. صار كلام بينه وبين المساعد، صحيح؟ ما شفنا شو اللي صار. يمكن الان ما اعرف شو اللي حصل. خلاص ما تعرف شو اللي حصل، نخليها. لا انت مشي اللي بس بنقراها. انا اعتقد اللي حصل انه كان في كلام، احتمال اقول احتمال. اي احتمال، احنا ما سمعنا وما شفنا، انه يمكن هذا تفسيري انا، انه كاظم يكون وجه كلامه بعد اللعبه هاي اللي تكلمنا عليها ان الاوت وهذا للمساعد، يا ان فريد سمع مباشره واخذ الكرت الاصفر الثاني وطرد، او ان المساعد هو بالموبايل، او انه سوى الحركه انك انت راقد. والله انا ما ادري شو الحركه اللي شفناها. نوضحها بعد الكنترول. انت راقد ولا انت واعي ما شفتها. لا تعيبتني انت، يعني اي حد عنده حاله تفسير احلام. شوف انا كابتن صلاح وين الكنترول، والله نبهونا ما ادري عاد. لا انا ما اشوف، يعني هو رجع الكره باتجاه اللاعب. وين حتى ما هاي. والله شوف انا بقول لك شيء واحد، يعني هذه يمكن هني اللي تكلم عليها، حركه اليد هني في عفوا هذه مش نباها، نحن نباها هني دائره كبيره هذه هي. شوف يقول له انت راقد. والله شوف انا ما ادري صراحه هو بالضبط هل كان يقصد هذا الشيء. والله صلاح مين مو بمفسر للاحلام. انا اترك هذا الموضوع للحكم، ما ندري احنا، بس احنا حابين نعرضه وتقديره.